القطايف السنة مش هقفلها ولا احشيها، هعملها بطريقة جديدة خالص. تعالوا شوف الطريقة الجميلة دي، ويلا كالعادة نبدأ بسم الله. اول حاجة كده بجيب القطايف زي ما هي كده وبسخن الزيت وبجي نازلة كده في الزيت على طول. اول ما تحمر بقلبها على الوش التاني كده وبجي مصفيها من الزيت وبنزلها في شربات بارد عبارة عن كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية وعصرة ليمون، وبقلبها كده في الشربات وبجي مصفيها من الشربات وباجي كده مخلصة كل الكمية بنفس الطريقة. بس كده بعدها بقى باجي كده حشاه بقى، لو عندك كريم شانتيه او كريمه او نوتيلا اي حشوه متوفره عندك مش هتقولك لا، واحشيها كده وحطي واحده من فوق واحده كده وقفليها. وفي الاخر بقى كده بعد ما تخلصي كل الكميه بنفس الطريقه كده، يعني اي مكسرات متوفره عندك احشيها بيها. بس كده بتطلع معاكي جميلة جدا وخفيفة في الأكل كده، وبتبقى كده يعني مش قطايف بس، ده بتبقى عبارة عن كده أكنك عملت تورت، والطعم جميل جدا. إذا عجبك الفيديو بقى يلا اكتبولي في التعليقات بتتابعوني منين، وربنا يحسن ما بين إيديكم.